مين هو أحمد رفعت اللي مصر كلها حزينة عليه؟ هو شاب محترم، ممكن عشان كده كل الناس بتحبه، أو إنسان مؤدب عشان كده زمايله كلهم زعلانين بعد فراقه. خلينا نجيبها من الأول. أحمد رفعت بدأ حياته الكروية في ناشئ الأهلي من هو عنده 7 سنين. اتعلق جدا بمدربه الكابتن بدر رجب، وفي وسط زمايله كانوا عارفين إنه زملكاوي. أيوة زي ما بقولك كده، هو كان زملكاوي بس بيلعب في الأهلي، لأنه لما راح الزمالك ما تقبلش، إنما قبل في الأهلي. وعلى سن 14 سنة راح رفعت نادي إنبي عشان يجي تاني أكتر شخص هيأثر في حياته، وهو الكابتن إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين في نادي إنبي. بعد ما انضم لإنبي بفترة بدأ ينضج ويسبق سنه، والكل لاحظ إنه سابق سنه. في لقاء سابق لأحمد في مقابلة تلفزيونية عمل مداخلة الكابتن أحمد محمدين وقال إن رفعت أكتر ولد ناضج عنده في القطاع كله، وما شافش حد سابق سنه على المستوى الفكري والثقافي والتربوي. كمل الكابتن إمام إن ده بيدل على إنه هو ابن ناس جدا ومتربي، وده كمان كان نفس رأي الكابتن بدر رجب مدرب في ناشئ الأهلي. عشان بعدها أحمد رفعت يروح يلعب بطولة كأس أفريقيا للناشئين في الجزائر وتفوز بيها مصر، ويقدم بطولة ممتازة هو وباقي زمايله اللي كان منهم رامي ربيعة وصالح جمعة وكهربا. وبعدها يجيله عروض كتير لأنه لاعب من المتميزين في الحلول الفردية. يختار رفعت يعمل فترة معايشة مع نادي إشبيلية الأسباني، لكن الصفقة ما تمتش، ويرجع بعدها ويلعب في فريق إنبي الأول ويظهر بشكل أكتر من رائع. ويطلع رفعت في لقاء ويقول إنه زملكاوي وعيلته كلها زملكاوية، عشان في موسم 2015 و2016 يروح نادي الزمالك ويلعب معاهم 2.5 سنين ويكسب كاس مصر وكاس السوبر، وكمان يسجل في ضربات الجزاء قدام الأهلي. لكن حلمه في التواجد في الزمالك ما يكملش، ويطلع إعارة لنادي الاتحاد ويتألق قدام الزمالك في دوري أبطال العرب أو البطولة العربية، ويساهم في خروج ناديه السابق الزمالك. وبعدها يخرج إعارة تانية للنادي المصري البورسعيدي، والمرة دي تنتهي علاقته بالزمالك ويشتري المصري بصورة نهائية، عشان بعد ما يقدم مستوى عالي يروح نادي فيوتشر أو المستقبل ويقدم معاهم مستويات ممتازة، ويرجع رفعت بتاع المنتخب الأولمبي اللي كل الناس عارفاه من جديد، وينضم لمنتخب مصر في كأس العرب في قطر ويسجل جول عالمي. كلنا فاكرين تعليق حفيظ دراجي المعلق الجزائري الكبير لما قال عليه إيه ده يا أحمد. وكل فترة رفعت بيقدم مستوى أفضل من اللي قبله ويستمر مع المنتخب لحد ما تيجي اللحظة الأصعب على كل إنسان. في ماتش جمع بين الاتحاد وفيوتشر بيقع رفعت لوحده من غير ما حد يجي جنبه، متأثر بأزمة قلبية، ويخلع قلوب الناس كلها، لأن زي ما قلت لك هو إنسان مهذب ومؤدب وكل الناس بتحبه. خطيرة في الشوط الثاني. أحمد رفعت سلامات يا رفعت. ويروح المستشفى ويقعد شهور في غيبوبة، وبعدها يفوق ويتحسن ويخرج بالسلامة عشان يظهر ظهوره الأخير، أو بمعنى تاني يودع جمهوره ويودع زمايله، وكأنه رجع عشان يودعنا ويعرف غلاوته اللي كسبها بين كل جماهير الكورة بمختلف انتماءاتها بأدبه واحترامه. لكن في مقابلة قال إن في ناس ضغطاه نفسيا، وده شيء أحزن البعض، وطلبوا يعرفوا مين دول علشان يتحاسبوا. في ناس كده ممكن تضيع ناس بسبب كلمة رمت عليهم الضغط. الكلمة مش حاجة سهلة. وبعد مسيرة طيبة لصاحب 31 سنة توفى أحمد رفعت بعد ما لعب في مسيرته 212 ماتش وسجل 46 جول وصنع 40، ولعب لأندية إنبي، الزمالك، الوحدة الإماراتي، الاتحاد المصري، فيوتشر، وعلى المستوى الدولي لعب 7 ماتشات وسجل هدفين. في النهاية كل إنسان لازم يعرف إنه نفس داخل ونفس خارج، وصحتك اللي انت عايش بيها دي بفضل الله، فخلي بالك منها. شاب رياضي وزي الفل رجع لربه في لحظة. أتمنى الناس تخلي بالها من آخرتها زي ما قال رفعت، وتعرف إن الدنيا أقصر مما تتخيل، ومهما جريت على فلوس وشهرة وعيشة مرتاحة انت ممكن تسيبها في لمح البصر. وداعا أحمد رفعت في جنة الخلد إن شاء الله. لازم تبقى فاهم إنه أو أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ما تبقاش موجود، يعني مش هيتبقى غير إن أنت تبقى بني آدم كويس